ما المقبل بعد خطوة مقبل؟ وما مصير قائد فوج المغاوير العميد شامل روكوز؟ هل يحال على التقاعد في 15 تشرين الأول أم يمدد له؟ أمام روكوز 4 خيارات لا خامس لها. الخيار الأول تأجيل التسريح. الخيار الثاني الاستدعاء من الاحتياط لإكمال الخدمة بعد إحالته على التقاعد. الخيار الثالث ترقيته إلى رتبة لواء وبالتالي بقاؤه في السلك. والخيار الرابع رفع سن التقاعد. الخيارات الثلاثة الأولى عرضت على روكوز ورفضها، فتأجيل التسريح بالنسبة إليه غير قانوني، وكذلك الاستدعاء من الاحتياط، وروكوز يرفض أن يكون في موقع غير قانوني كما يسر لمقربين منه، علما أن قرار تأجيل التسريح يتطلب اقتراحا من قائد الجيش العماد جان أهوجي إلى وزير الدفاع للسير به. فهل يقترح أهوجي ذلك؟ هو الذي لا يوفر العماد ميشيل عون فرصة لمهاجمته. ولو أن كل المؤشرات توحي بعدم نية أهوجي التمديد لروكوز، إلا أن مصادر مقربة من أهوجي تؤكد أن لا شيء محسوم حتى الساعة، وأن لا قرار اتخذ بالموضوع، وأن كل ما يحكى في الإعلام يبقى في إطار الحبر على ورق. ولكن ماذا لو فعلها أهوجي واقترح تأجيل تسريح روكوز؟ ب 15 تشرين الأول 2015 يجيب روكوز سائليه ونقطة على السطر. أما الخيار الثالث القائل بترقية روكوز من رتبة عميد إلى رتبة لواء فهو قانوني، ولكن يتخذ صفة الشخصي، ولذلك هو مرفوض من روكوز الذي لا يقبل أن يحصل على ترقية شخصية لا تكون ضمن سلة ترقيات في السلك العسكري. أما الخيار الرابع أي رفع سن التقاعد فهو الخيار الوحيد المقبول من روكوز، إذ يعتبر نفسه غير معني به بالشخصي، بحيث إذا ما قرر مجلس النواب رفع سن التقاعد للجميع كان به، علما أنه لا يطالب بالموضوع كما يقول. ولكل ما يسأل روكوز ماذا لو قبل عون بأحد الخيارات الثلاثة المرفوضة منك؟ يجيب الخيار لإلي وأنا اللي بقبل أو ما بقبل، وأنا ما في علي وصاية.